السلام عليكم. فيديو جديد من هلوسات كرويه. هلوسات كرويه هي اللي كنعيشوها اليوم هاد الايام في لو 11 لو 10 لو 12 لو 13 لو 14 ديسمبر 2022. كنعيشوها بواحد الجنون ما عمر الشعب المغربي عاشو في حياته كرويا. يمكن كان متفرج للكره عشت كاع جميع الاحاسيس في تاريخ الكره من نهار حليت عينيا، لكن الاحساس اللي كنعيشو حاليا مع ليكيب ناسيونال فدرجات كبيره اكثر من اللي عشتو قبل. كنعيشو كما قلت لكم كاس عالم فريده من نوعها بالنسبه لينا، استثنائيه. كاس عالم رائعه في قطر، كاس عالم رائعه بزاف كنعيشوها في قطر. واللي زاد اروع عاوتاني هو المشاركه ديال الفريق الوطني المغربي اللي اشد المتفائلين فينا. ما كانش كينتظر اننا غنتاهلوا الدور الثاني او لهذا المستوى هذا اللي وصلنا ليه. دونك جات كرواتيا، جات بلجيكا، جات كندا، جات الاسبان، جات البرتغال. القاسم المشترك ما بين هاد الفرق كاملين واللي كيبرهن على القوه ديال المنتخب المغربي هو ان لي ستار ديال هاد الفرق ولو سيستيم دو جو ديال هاد الفرق كامل تعطل وخسر امام لو سيستيم اللي انستوراه هو اللي دركلاكي في ليكيب ناسيونال. واش كيف ما شفنا ان لا لو سيستيم دو جو ديالهم لا لي ستار ديالهم قدروا انهم يخرجوا سالمين من لي ماتش ديالنا. شفتوا مودريتش، شفتوا لوكاكو، شفتوا دي بروين، شفتوا ديفيس، شفتوا موراتا والاصدقاء ديالو، شفتوا برونو فرنانديز وجواو فيليكس. يعني جاء من بعد هادو كاملين غنتلاقاو مع ليكيب دو فرانس. حاليا انا كمشجع ديال الفريق الوطني من نهار حليت عينيا وصلت لواحد المرحله وواحد القناعه وواحد المبدا ديالي وانا كنتفرج في كوب دي موند ان حتى فريق ما بقى كيخلعني، حتى فريق ما بقى كنقول اننا نقدروا نهزموا معاه. الكره هذه نقدروا ننتصروا، نقدروا نهزموا، نقدروا ننتصروا بنتيجه ساحقه، نقدروا نخسروا بنتيجه ساحقه. لكن لا كونفيونس اللي ولات بين الجمهور وليكيب ناسيونال فشيء كبير، شي حاجه يمكن ما عمرها تعاشت. عشنا نكاسات وكنتفرجوا تنعاودوا نتفرجوا، ولكن هاد لا كونفيونس لانك توصل للدقيقه الاخيره مع ليكيب دو البرتغال وعارف وعليك لا بريسيون وتفرجنا بكاع داك ستريس وكلشي، ولكن او فون دو شاك سوبورتر فكان ديك لا كونفيونس اننا غنقدروا نخرجوا داك لو سكور لبر الامان، وهو الشيء اللي كان الحمد لله. دونك ليكيب دو فرانس كلشي كيعرف نقاط القوه ديالها، السرعه ديال مبابي، لو ترافاي دو فون ديال جيرو وغريزمان. كنعرفوا الديفونس التثاقل ديالها نوعا ما، والمشكل الاظهره اللي عند دي شون اللي داير حاليا حديث الصحف في فرنسا. يعني هادشي كامل كنعرفوه. الماتش الجاي ضد فرنسا ان شاء الله ندخلوا بواحد ليطا ديسبري دي كونتراكتي. لا بريسيون كلها كيف ما كيدار وليد ركراكي في هاد الماتشات الاخيره كيرميها على ليكيب دو فرانس. كيف ما كيعرف كلشي ليكيب دو فرانس كانت منتظره في الدور هذا عكس الفريق الوطني المغربي. دونك لا بريسيون عليهم هما، وكيف ما كلشي دابا كيف ما قال ديشان الوصول ديال الفريق المغربي لدور النصف ماشي مفاجاه مادام انه واجه منتخبات ديال الصف الاول. دونك كيف ما قلت ما بقى حتى فريق يخلعني حاليا، ولو انك تجيب بارسا غوارديولا، تجيب ميلان اريغوساكي، تجيب برازيل 82 في هذا تجيب الينيو هيريرا في 66، ما بقى حتى فرقه كتخلعني حاليا. وعندي توتال كونفيونس اننا نقدروا نخرجوا ماتش كبير امام منتخب فرنسا ونتكلفوا ان شاء الله الفينال وليستمر الحلم. وانا شخصيا ما باغيش نهبط من هذا الحلم، ما بغيتش شي واحد يقول لي فيق. كنعيش شي حاجه استثنائيه كيف ما جميع المشجعين، شي حاجه ما عمر الجمهور المغربي عاشها. نستمروا في الحلم وان شاء الله غيكون الخير ضد فرنسا. جو ريست اوبتيميست، انا شخصيا بطبيعتي متفائل ودابا التفاؤل كبير، ولو اننا نلعبوا مع كما قلت ليكيب دو فرانس. في هاد الكوب دي موند راه كنعيشوا حاجه استثنائيه بزاف. بحال هكا كتفكير فما كيحضرنيش شي فريق واجه في نفس النسخه في 7 ديال الماتشات، واجه حامل اللقب
ولعب مع وصيف حامل اللقب، ولعب مع صاحب المرتبه الثالثه في نفس الدوره ديال كاس العالم. وكذلك ما تيحضرنيش ان شي فريق في كاس العالم لعب الماتشات ديالو 6 ل 7 الماتشات ديالو امام توب 10 عالميا في ترتيب الفيفا. دونك وخرجنا معاهم اون ديفونس بكاع لي ديفونس بكاع لي شيما بزيرو بوت اونكيسي. وهنا واحد لو كلان دوي دامور لا لين دو ديفونس يوم اللي كانت لعبه البارح ضد البرتغال. كل محبي البطوله الوطنيه وكاع اللي كيعيشوا اجواء البطوله الوطنيه برؤيه اننا شفنا يحيى عطيه الله في ذاك لو نيفو تبارك الله. شفنا بدر بانون، شفنا اشرف داري، شفنا الياميق اللي جاي من اولمبيك خريبكا ودار السميه ديالو في الرجاء، شفنا يحيى جبران ولو انه كان شويه ما كان غادي يفسد كل شيء، ولكن صافي بليزير دو لي فوار في الكومبيتيسيون دو هو نيفو. وكود كور ليهم بخمسه. بيان سور عاد نهضروا على الاخرين. دونك كان هذا هلوسه من هلوسات المونديال، واسبيرون ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديو اخر وكله افراح وكله مسرات، وان شاء الله ديما مغرب ان شاء الله نتكلفوا لا فينال ان شاء الله ديما مغرب.